السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. كل سنة وحضراتكم طيبين. بسلم على اللي جوه مصر واللي بره مصر، وبقول لكم ان شاء الله يجعلنا رمضان واحنا في اتم صحة وفي احسن حال. طبعا انا بحبكم جدا في الله، وبتمنى لو كان عجبكم فيديو النهارده تحطوا لي اللايك فضلا منكم وليس امرا، وطبعا تشتركوا في قناتي عشان يوصل لكم كل فيديو بتكلم فيه. بص يا جماعه، انتقادي لبعض الاشخاص اللي انا اتكلم عنهم في الفيديو النهارده ده مجرد نقد، ان انا عايزه مصلحتهم وعايزاهم يكونوا افضل، لان هم مصريين زيي. انا عمري ما انتقدت قناه من دوله بره وجيت اتكلم عنها، لان ده ما يعني مش انا اللي اتكلم. يعني ولاد بلدها اولى بيها، ولاد دولتها اولى بيه، لان هم اللي عارفين الوضع ماشي ازاي. فانا لما بنتقد حد من بلدي، بما اني مصريه زيه، فعايزاه يكون من احسن الناس عشان يشرفني حتى قدام العالم، عشان اكون فعلا يعني فخوره بيه كده. نقد ليهم مش كره ليهم، والله العظيم والله العظيم نقد ليهم مش كره ليهم. دي مجرد نصيحة من الأخت في الله. في ناس كتبوا لي شيرين النصيحة في العلن أو قدام الناس فضيحة مش نصيحة. لا، ربنا يكفينا شر الفضيحة يا رب. ربنا ما يكتبها على حد. حبايبي، الناس اللي أنا بتكلم في حقهم دول، أو اللي أنا عايزاهم يكونوا من أحسن الناس، والله العظيم رافضين مبدأ ان احنا نتكلم خاص، رافضين مبدأ ان احنا نتكلم خاص، وبيقفلوا في وش السكة. فمحدش يظلمني. اسمع الفيديو في النهاية وبعدين ان كان الكلام عجبكم حطوا اللايك، ان ما كانش عجبكم ما تحطوش اللايك. واسعدتوني وشرفتوني وكتر الف خيركم. النهارده بقى هنتكلم طبعا على طمطومه حبيبه قلبي. طبعا انا عاشقه لقناتها يوميات فاطمه، عاشقه لقناتها. رغم ان انا عندي بعض التحفظات على حاجات هي بتعملها، بس انا عاشقه لقناتها والله. لو بتقولوا لي احلى قناه بتحبها في الصعيد ايه يا شيرين، اقول لكم يوميات فاطمه. نظيفة وشاطرة جدعة. بتحب تعمل فيديوهات حتى لو ما عندهاش فيديوهات، ممكن تعمل فيديوهات من لا شيء، من لا شيء، بس المهم هي عايزة توصل لهدفها، وده الحلو فيها. انا بحب الانسان دايما الطموح يا جماعة، اللي بيحب يجتهد ويتعب حتى لو هيعمل من الفسيخ شربات، بس عشان يوصل للي هو عايزه. مش اللي يفضل حاطط ايده في المية ومستني بقى الايه، ها، يعني احنا مستنيين اللي يدينا. لا يا جماعة، ربنا عمره ما قال كده. ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معك. طول ما انت ساعي انا هبعت لك اللي يرزقك، انا هبعت لك اللي يرزقك. بدل يا جماعة كلكم شفتم الناس اللي دخلت دعمتني في قناتي، الناس اللي بتدخل تقول لي انت بتشكري فيهم بتمجدي فيهم، اقسمت بعزة جلالة الله انا ما ببقى عارفة مين اللي هيدخل يدعمني. والله العظيم ما ببقى عارفة. ده بيحطوا الدعم وبعدين يسلموا عليا. انا عمري ما طلبت من حد حاجة، ويشهد عليا ربنا. بس ربنا سبحان الله عارف ان شيرين دي مجتهدة، وعارف ان شيرين دي صبورة وتحملت كتير وقست كتير. 3 سنين وشهرين في قناتها، وربنا ما كرمهاش برضه زي قنوات تانية. فسبحان الله، فربنا حب يكرمني عن طريق حد تاني، فبعت لي ناس ربنا يا رب يكبر بخاطرهم ويراضيهم ويوسع عليهم يا رب. حبوا يسعدوني. ممكن تبص لشيرين تقولي شفت شيرين بتشحت زي القنوات. والله العظيم ابدا يا جماعه. بس عارفين يعني ايه لما حد يعرفك عن طريق شغلك، ويجي يقول لك انا يعني انت مثلا مشاهداتك ضعيفه، ما عندكيش ربح، بس انا ربنا سخرني ليكي عشان اقف معاكي واخلي في قناتك ربح. هتعتبروها شهادة شحات. بص، اعتبروها اللي تعتبروه. انا بيني وبين الله شاهد عليا ربنا، انا عمري ما مديت ايدي لحد، وعمري ما استغلت حد، وعمري ما قلت لحد اديني اصل انا كذا، اديني اصل انا معرفش ايه. بس انا حابه يعني اوجه لكم الحته دي. يوميات فاطمه طبعا، مبروك غرفه النوم الجديده. طبعا مبروك بيتك كله، ربنا يصلح حالك وحال امه محمد وحال العالم كله اجمع. بصي يا فاطمه، انا عندي ليكي بعض التحفظات. بس كل ما تيجي تقولي عايزه اجيب حاجه تقولي بس على قدنا، بس اصل ما فيش، اصل شيء ابدا من شيء، شيء اولى من شيء. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا فاطمه. انت عندك قناتين حلوين قوي قوي قوي. طبعا المتابع مش عارف حته زي دي، لان المتابع غصب عنه هو ما يهموش انت بتاخدي كام. انا بتابعك عشان بحبك، لكن ما بيهمنيش انت بتاخدي كام. فاهماني؟ بس بقى في بعض المتابعين ممكن يقولوا هو كل فيديو لازم تطلع تقول نفس الكلام ده. انا واحده من الناس قلت كده، هو لازم كل مره كده يا فاطمه؟ معلش، انا كقناه فاتحه قناه حبيبه قلبي زيك، انا عارفه ارباحك ايه كويس. انا عارفه ارباحك بتخشلك ايه وبتخشلك ازاي. وبعدين كمان يعني انت النهارده خدتينا فحت ردم كده وتقولي لنا ايه؟ ان انت هتعزلي. ايه ده تعزلي؟ هو احنا كنا لسه، ده احنا لسه يا شيخه ما خدناش نفسنا من البيت، واللي عملتنا فيه 4 شهور واخدين. ده احنا كنا بنعيب على حب حياتك ودلع مطبخك واللي عملته ومرجحانا بقى في شقتها 4 شهور. ده انت طلعتي زيها يا فاطمه. ايه ده، ايه ده يا بنت؟ ده انت طلعتي خطيره قوي، ده انت طلعتي جامده اخر حاجه. المهم يعني ايه، الواحد يا جماعه ما يحبش يطول عليكم برضو. والله العظيم يا جماعه، الواحد لما بيحس انه بيصور حاجه مره واثنين وثلاثه بيتخنق.
فكنت بقول يا طولة بالك يا فاطمه، بس انا كنت عارفه يا طولة بالها دي عشان عارفه ان في قرش داخل لها وداخل لها حلو. قلت لكم ما كانش بيبقى عندها فيديوهات، وكانت بتعمل فيديوهات من لا شيء عشان هي مستنيه القرش اللي هيجي لها من القناه. وده الله يساعدها والله يعينها على حالها، وهي مجتهده وتستاهل. بس مش كل مره يا فاطمه، مش كل مره، مش كل فيديو. اصل يا جماعه محتاجين كذا، بس يلا اصل شيء ابدا مش اصل محتاجين كذا بس. يعني ايه يا فاطمه؟ انت بسم الله ما شاء الله تحط رجل على رجل وتخشي اضخم محل تجيبي منه الحلو كله. عارفه يا فاطمه لما دخلت قناتك الاول كان صعبان عليا حالك والله العظيم. واول حاجه سالتها لنفسي قلت هي متجوزه بقالها كام سنه؟ لقيت بنتك الكبيره من ساعتها كانت في اولى ابتدائي. فقلت يعني ده جهاز 7 سنين 8 سنين؟ يعني ده انا كان ساعتها ليا 15 سنه متجوزه يا فاطمه. يعني ده عفش، خش كده شوف شقتي كده. ده عفش على فكره يا جماعه اللي انا متجوزه بيه. فكنت ساعتها بقول يعني ايه وايه اللي وصل لكده، بس الله يسهل لك. فدخلت لك عاطف والله العظيم، يعني دخلت لك عشان ما كانش عاجبني ظروفك، صعبانه عليا، دعيت لك ان ربنا يديكي، ولما اداكي برضو ما فيش فايده. دايما نطلع برضو نقول بس بس بس. عايزه اقول لكم على حاجه، اللي مش هيحمد ربنا ويشكر نعمته والله ربنا لا هيزيلها من وشه. والله ربنا ما هيزيلها من وشه، وانتوا عارفين ربنا كن فيكون قادر على كل شيء. دي نصيحتي الاخويه ليكي، عايزه تاخدي بيها يا بطه براحتك، مش عايزه تاخدي براحتك. هنيجي بقى طبعا القناه التانية طبعا بيت العيله ام نور. طبعا ام نور جاي لها كومنتات بيقولوا لها بس يا ريت تهتمي بنظافه البيت، بس يا ريت تهتمي بنظافه البيت. انا برضو معاكم يا جماعه، انا معاكم، بوجه لها برضو رساله من هنا. يعني يعني الغله اللي كانت بتتغسل في الصاله وداخله على الاوض والحاجات دي، يعني منظر لا يليق بالتوضيبات اللي انت عملتيها والله يا ام نور. منظر لا يليق بالتوضيبات اللي حضرتك عملتيها. وبعدين كمان الاولى بالتوضيبات دي كلها كان سوري يعني يا جماعه دوره المياه، او عزكم الله يعني الحمام يا جماعه كان هو اولى يعني. وكنت هتغسلي وتعملي فيه لو كان نضيف ويفتح النفس. لكن انا حاسه لان انتوا ما حدش ورانا السيراميك خالص، ما حدش ورانا السيراميك في البيت خالص. حتى كان المفروض ورا الاحواض يتحط حتى 4 سيراميكات كده يحموا حتى الميه اللي بتطرطش على الحيطه. برضو دي ما اتعملتش. ورغم كده لو اتكلمنا يتقال علينا انتوا مالكم انتوا في، فاهميني؟ فطبعا يا جماعه معلش احنا ما بقيناش مالنا، لان انتوا دلوقتي بتعرضوا حياتكم قدام الناس، فهتاخدوا بالنصيحه وتعملوا بيها، يا اما ما تطلعوش خالص، يا اما ما تطلعوش خالص. انتوا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي؟ انا كمصريه، انا كمصريه احب اشوفكم في احسن حاله واحسن ناس، ومحدش يقول في حقكم كلمه، ومحدش يقول في حقكم كلمه. لكن انا يعني انا هقول ايه بس؟ وبعدين يجي ناس كمان يا جماعه من دول بره يقولوا لي يا شيرين إيه ما تتكلميش او احنا عارفين، وكانهم عايشين معاهم وكانهم هم اللي مصريين مش انا. يا جماعه لا، يا جماعه لا، انا مصريه وعارفه. وعايزه اقول لكم على حاجه، نظافه البيوت عمرها ما كانت بالعفش ولا بالحاجات اللي جيله من نور. والله العظيم ابدا. النضيف نضيف من يومه، النضيف نضيف بحته قياس كده حصيره كده وكم مسند على الحيطه، ويبقى شكل البيت نضيف كده وشكله مرتب كده. ده انت ممكن ترتبي دولاب مش دولاب اصلا، بس الهدوم فيه مرتبه يحسسك ان هو قالك انا دولاب، انا خزانه. للناس اللي هي ما بيقولوش يعني ايه دولاب، انا خزانه. ليه بقى؟ الحاجات المرتبه اللي فيها. فالنظافه عمرها ما كانت بالفرش. بص يا منور، شقيت كتير وتعبت كتير ورحت وجيتي وجريتي مع عم محمد، وما عرفتش تجيبي اي حاجه من اللي جات لك. ربنا يا رب يجازيهم ويديهم ويوسع عليهم ام نصر وام فالح، لولاهم بجد والحاجه اللي هم عملوها معاك. ناس كتير هتقولك شيرين ما عندها ارباح قناه. ايوه يا جماعه عندهم ارباح قناه، بس على فكره في ناس ما تحبش تبين الربح لانه مش باين قدام الناس، لكن الهدايا بتبان قدام الناس، فغصب عنهم لازم يطلعوا يتكلموا، لازم يطلعوا يتكلموا. طبعا اسفه على الكلب بتاع جارنا دهوت. يعني انا عايزه يا ياسر اقوم اعمل ايه؟ بس يا جماعه انا بصور من على السطح، فياسر لو ما سكتهوش انا هجيلك يا ياسر. اهو شيء يا نهار ابيض، دول ماسكين في بعض يا جماعه، الكلاب كلها بيربي كلاب على السطح، الله يعينه على اللي هو فيه. على فكره انا مش مع مبدا اي كلب يكون في بيت، انا مش مع مبدا اي كلاب تكون في بيت. المهم يا جماعه عشان ما اطولش عليكم، ده كانت نصيحتي برضو لام نور. ام نور اهتم بنظافه بيتك، وبهتم بعيون المتابعين اللي هيشوفوك. ثالثا وليس بثالثا، عبد الله بن الكويت. عبد الله بن الكويت طبعا بشكرك على كل الخير اللي انت عملته، بامان كل الخير اللي انت عملته ربنا يجعله في ميزان حسناتك، بسم الله ما شاء الله، على كل حاجه حلوه يعني انت عملتها.
بس انا عندي برضو يعني بنتقدك في حاجه يا عبد الله. دلوقتي انت قلت ان انت هتوزع لام عمر شنط رمضان وكل حاجه هتروح لحد بيتها. انا كان عندي تبعت لكل حد 1000 جنيه بالدنيا واللي فيها. كان عندي تبعت لكل عيله من اللي انت ذكرتهم دي 1000 جنيه وتجيب هي اللي نفسها فيه، ولا كنت عملت اللي انت عملته ده كله؟ طب بتقول حتى اللحمه هتوصل. اللحمة يا عبد الله هتعوز تبريد عشان توصل للمحافظات اللي الناس اتذكرت فيها، للمحافظات اللي اتذكرت فيها يا عبد الله. فمعلش انا نصيحتي لك يا عبد الله، كنت اتمنى انك تتكلم معايا زي ما اتكلمت مع الناس، وتيجي تقول لي يا ام احمد اعمل ايه ونصيحتك ليا ايه، ونصيحتك ليا ايه. كنت ساعتها هقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا يا عبد الله، بما اني انا زي اختك الكبيره برضو. وانت من يوم ما كلمتني وانت بتقولي دايما انا احترمك زي اختي الكبيره. ماشي. فانا كنت اتمنى يا عبد الله انك تقول، لان في ناس كتيره اتظلمت، في ناس كتيره اتظلمت، انت ما ذكرتش اسمها، لكن الناس دي بكت عليك من قلبها. لو تعرف الناس دي بكت عليك قد ايه وكانت بتعزك قد ايه، والله العظيم لو كنت توصل الحاجه لحد عندهم بطيب خاطر وبنيه، وانت اللي تيجي من بلدك تديها له. والله العظيم يا عبد الله، عشان هم عارفين ان احنا كان في بينا وبين بعض تاتش، فدخلوا على طول يسالوني، وبعدين يقولوا لي يا شيري طب والله عبد الله فعلا مات عبد الله، ويعيطوا ويبكوا يا عبد الله، وانت ما سمعتش عن الناس دي اي حاجه. الناس دي انا اللي كنت اعرفها. كنت اتمنى انك تساعدهم لوجه الله. كنت اتمنى ان الشنط اللي انت عاملها دي لا كانت توصل 1000 جنيه في ظرف، وتوفر اجرة العربيات وتوفر كل اللي هيحصل ده كله والتعبئة والشنط. لا، كل واحد ياخد 1000 جنيه على فودافون كاش ويشوف تلاجته فيها ايه. الحاجات اللي في الشنطة دي كلها اللي محطوطة دي كلها ما تجيبش 1000 جنيه على فكرة، فكانت ال1000 جنيه احسن.